سنة 1910 مجموعة من المستكشفين البريطانيين كان عددهم حوالي 65 شخص طلعوا في حملة استكشافية هدفها الوصول لأبعد وأصعب مكان على الأرض، وهو القطب الجنوبي. والحملة دي كان اسمها تيرا نوفا والأرض الجديدة، وكانت بتضم عدد من الخبراء والعلماء والضباط ومتخصصين الملاحة، وكانت بتدعمهم الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. قائد الرحلة كان الضابط البحري ومستكشف بريطاني اسمه روبرت فالكون سكوت. ودي ما كانتش رحلته الأولى للقطب الجنوبي، لا، قبلها ب9 سنين كان ليه تجربة سابقة مع بعثة ديسكفري، وعشان كده تم اختياره عشان يكون ممثل عن التاج البريطاني انه يوصل للمنطقة دي من الأرض اللي محدش وصل لها قبل كده لأهداف سياسية وعلمية. يوم 17 يناير سنة 1912 حملة تيرانوفا وصلت للقطب الجنوبي، بس روبرت ما كانش عارف ولا متخيل الحاجات الغريبة اللي هيكتشفها ولا المصير المرعب اللي مستنيه. وده عشان روبرت وفريقه خدوا قرارات كتير غلط وأساءوا استخدام المؤن والمعدات اللي كانت معاهم، وده تسبب في ان اكلهم خلص بدري وتاهوا وسط العواصف الجليدية والظروف الجوية السيئة، وتم اعتبارهم مفقودين. وخرجت بعدها حملات كتير تدور عليهم لحد ما في يوم 12 نوفمبر من نفس السنة تم العثور على جثثهم متجمدة في التلج. وحسب التقارير الرسمية اللي تم الإعلان عنها للعامة، فالحملة دي تسببت في تغيير نظريات ومفاهيم كتير، منها مثلا نظرية التطور لداروين، لأن الحملة قررت تستكشف بيض لنوع معين من البطاريق، والنوع ده العلماء كانوا بيعتبروه أقدم طائر بدائي على وجه الأرض، وكانوا معتقدين كمان إن البيض بتاعه ممكن يقفل لنا الحلقة المفقودة ما بين الديناصورات والطيور. واكتشاف الحملة أثبت إن الكلام ده غير صحيح، وأعاد تعريف نظرية التطور وتغيير مفاهيمها الأولية لحد ما وصلت لشكلها الحالي. ده غير كمان إن الحملة اكتشفت حفرية لنوع قديم جدا من الأشجار بيرجع أصله ل250 مليون سنة، والحفريات تم اكتشاف حفريات شبهها بالضبط في قارة أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وده معناه إن كل القارات دي زمان كانت قارة واحدة، زي ما العالم الألماني فيجنر قال. الاكتشاف ده هو اللي أثبت النظرية، بس الأهم من الاكتشاف ده هو إن مذكرات الكابتن سكوت اللي لقوها جنب جثته، واللي كان متسجل فيها كل حاجة اكتشفها، ومعاها ألبوم كامل من الصور اللي لقاها في رحلته، واللي لحد اللحظة دي ما تمش الإعلان عنها. عشان كده طلعت روايات كتير غير مؤكدة مصدرها كان الأشخاص اللي عثروا على جثث الحملة قالوا إن سبب التكتم على المذكرات دي هو إن الكابتن سكوت اتكلم فيها عن حاجات غريبة جدا، منها مثلا إنه اكتشف آثار منسية ومدفونة تحت الجليد لحضارة قديمة ومفقودة من عصور ما قبل التاريخ، محدش شافها ولا نعرف عنها أي حاجة، وإن آثار الحضارة دي قريبة جدا من آثار الحضارة المصرية القديمة. وكل الصفحات اللي اتكلم فيها سكوت عن الآثار اللي لقاها والصور اللي لقاها ليها تم التعتيم عليها وإخفائها عن العامة لحد دلوقتي، لأنها لو اتعرفت لعامة الناس ممكن تعمل زلزال معرفي ضخم وتعيد كتابة التاريخ البشري كله. واتقفل الموضوع، تم اعتباره رواية خيالية، لكن مع ظهور صور للهرم في 2016 بدأ الموضوع يتفتح تاني للصور دي، وتم الإعلان عنها لأول مرة في بحث انتشر في مجلة متخصصة في تاريخ الأرض القديمة. وبعد ما تم الإعلان عنها حصل جدل كبير جدا في الأوساط العلمية، وبدأ الناس يسألوا نفسهم هل ممكن فعلا تكون في حضارة قديمة عاشت في القارة القطبية الجنوبية. الصور ظاهر فيها هرم رباعي الشكل زي أهرامات الجيزة بالضبط، لكن الفرق إنه منحوت في قلب الجليد، ظاهر منه الأجزاء السطحية والباقي متغطي بالتلج زي ما أهرامات الجيزة زمان كانت متغطية بالرمل. الهرم اللي باين في الصورة حجمه أكبر من هرم خوفو 10 مرات، وطوله بيوصل لحوالي 1200 متر لدرجة إنه باين للأقمار الصناعية من الفضاء. ولو واقف جنبه فأنت هتترعب من حجمه، مستحيل تصدق إن اللي بناه إنسان بدائي قديم، وهيبقى بالنسبة لك أقرب إنه يكون جبل حقيقي. والتفسير ده بالظبط هو اللي بيقول علماء الجيولوجيا، وفسروا تكوين الشكل الهرمي بسبب نوع من عوامل التعرية ما بيحصلش إلا في المناطق القطبية، وبتتعرض بسبب الصخور لتعرية جليدية بينتج عنها تحت الجبل من الجهات الأربعة لشكل هرمي. بس كتير من الناس مش مقتنعين بالتفسير ده، وإنه مستحيل يكون بسبب عوامل التعرية، وإنها تتسبب في نحت هرمي متقن زي اللي احنا شايفينه.
وبيقول إنه في فصل مفقود من التاريخ عاش فيه ناس على أرض القارة القطبية الجنوبية من آلاف السنين، وصلوا لاكتشافات وإنجازات مذهلة. والغريب أكتر إن الهرم ده مش الوحيد، لأ، ده في أهرامات تانية أصغر منه موجودة في مناطق متفرقة حواليه. السؤال دلوقتي، هل في أهرامات تانية موجودة على كوكب الأرض لسه مفيش حد اكتشف وجودها؟ السؤال ده لحد دلوقتي محير كتير جدا من العلماء، وبيدوروا ورا الموضوع، وكمان بيعملوا عمليات مسح للقطب الجنوبي بالأقمار الصناعية. وده اللي خلى الباحثين يهتموا أكتر بالقارة دي، ويدوروا عن حضارة مفقودة ومجهولة للعالم كانت عايشة من آلاف السنين في القارة القطبية الجنوبية. تفتكروا ايه هي الحقيقة؟ كنت عاملة فيديو عن الصور الحقيقية اللي صورها ريتشارد بيرد في القارة القطبية الجنوبية، هسيب لكم اللينك فوق. اكتبولي في التعليقات، هل في سر كبير احنا ما نعرفش عنه حاجة بخصوص قارة انتاركتيكا، ولا الموضوع مجرد عوامل تعرية؟ اكتبولي تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.